المشاهدين، كان هذا محمد عبد المنعم مباشرة إلى محمد زميلي العزيز، تفضل إليك الكلمة. شكرا للزملاء. معي محمد شناوي كابتن الفريق بطل الفريق، ثاني سوبر على التوالي. ازاي دي؟ لا يعني شغل وتعب الفترة اللي فاتت. كان ضغط علينا الفترة اللي فاتت ان انت تاخد 2 سوبر ورا بعض وفي وسطهم كاس، وماشي كويس في افريقيا وماشي كويس في الدوري. لا ضغط كتير طبعا، وانت شايف النهارده الملعب مليان والجمهور ده ما ينفعش يروح زعلان. الحاجات دي كلها حاطينها قدام عينينا. اللعيبه كانت على قد المسؤوليه وكانوا رجاله وعارفين قيمه النادي الاهلي كويس وقيمه الجمهور بتاعه النادي. ده بالنسبه لنا يلا يا حبيبي، ده بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا. الناس دي تروح فرحانه. بقول لهم انتوا النهارده كنتوا رجاله، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن. نفرح النهارده. شناوي بيعني لك ايه؟ اخويا كبير حبيبي. انا كنت معاك الثلاث ايام اللي فاتوا، شفت اعصابك كانت بارده. ازاي؟ يركز كثير كثير. بيقول لكم ايه ما جوه؟ بيضحكش لما يركز، ولا بيضحكش، عارفه بليه مركز. ولا في مقر الاقامه ما بيضحكش، ولا في النوم. انا شفتك بعد المباراه اخذت موبايلك وسجلت فويس، كلمين. حبيبي حبيبي. لا اهم حاجه النهارده اللعيبه دول كانوا رجاله النهارده، وبقول كابتن مبروك النهارده تاني بطوله ليك. ان شاء الله اللي جاي يكون احسن. ثاني بطوله ليك مع الاهلي، لسه بكام شعورك؟ ان شاء الله حلو. كام بس شهر؟ 4 شهور؟ 4 و3. 4 بطولتين. لسه كمان بطولتين؟ لسه بطولتين، ولسه العام الجاي بطولتين. مبروك محمد. الله يبارك فيك. هذا 6 أشهر بعد ماتش الترجي ما كانش في دماغنا خالص. اكيد خلاص احنا بنقفل الصفحه، واهم حاجه بالنسبه لنا اللي احنا نعدي دور المجموعات. احنا خلاص اللي بيحصل يعني امبارح احنا بنفكر في بكره، ده اهم حاجه. احنا لسه عندنا امل ان احنا نصعد، والحمد لله رحنا على طول من جنوب افريقيا على الكاميرون على طول، حتى كمان بشكل كويس. قضينا يعني عملنا مباراه كويسه جدا وكسبنا 4 هناك. ده لازم يكون عندك يعني طموح وامل لاخر دقيقه، ده اللي احنا متعودين عليه ومتربيين عليه.
كلاعيبه في النادي الاهلي ومتربيين جوه النادي الاهلي. ده اللي احنا متعودين عليه، حتى لو انت هتطلع من الدوري المجموعات لازم تطلع بشرف، لازم توصل لاخر اخر نفس في الملعب. عشان كده ربنا ما خذلناش وصعدنا ووصلنا ولعبنا ماتش الهلال وصعدنا والحمد لله. واحنا كنا رايحين الرجاء واحنا عارفين برضو اللي احنا خلاص اول ما نعدي من المجموعات. يعني ده بالنسبه لنا رجعتنا ثقه كبيره جدا. اهم حاجه الثقه، اللي انت ما تفقدش الثقه في اللعيبه، ما تفقدش كتيم هتوصل. وكان على طول لازم يبقى عندك هدف. لو انت ما عندكش هدف اللي انت تاخد البطوله، ما عندكش هدف اللي انت تلعب النهارده ماتش بشكل كويس وتعمل اللي عليك والنتيجه بتاعت ربنا، يبقى خلاص، يبقى انت كده بترمي الفوطه بدري. بس احنا الحمد لله كنادي الاهلي ما عندناش الكلام ده خالص. عندنا على طول اللي احنا بنخش اي بطوله لازم ناخدها بجديه، نعمل اللي علينا عشان الجمهور اللي في ظهرنا ما نخذلوش خالص. لو احنا مرة ثانية نشكركم وصولكم للاستوديو، نورتونا وشرفتونا ودائما منورينا ومشرفيننا ومشرفين. موجودين معاكم ومع الكباتن الكبار اللي احنا نتعلم منهم دايما. والف الف مبروك للجمهور اللي كان موجود النهارده، ومبروك للاداره والجهاز الفني، ومبروك للعيبه اللي كانوا رجاله. ونشكركم. اول حاجه قلتها لنفسك لما دخلت وشفت كل المدرجات حمراء ايه؟ لا، ما انا عارف ان الجمهور هيبقى مليان الملعب. الجمهور الاهلي في اي حته الحمد لله، احنا نلعب اي ماتش لازم يكون موجود. يعني هو رقم واحد بالنسبه لنا، يعني هو رقم واحد. واحنا الملعب كله كان احمر. ايوه، الملعب كله احمر النهارده. الملعب كله كان احمر. الملعب كله احمر. هو بقى احمر دلوقتي خلاص. عايز تشوف بره كله احمر. الملعب، ما هو الملعب كله احمر. عشان كده احنا ما شفت خلاص. يعني بالنسبه لنا واحنا الكلام ده عارفينه من امبارح ان الملعب كله هيكون موجود، الجمهور هيبقى موجود. حاطين اول حاجه بالنسبه لنا ان الجمهور ده ما يرجعش زعلان. الحمد لله ما يرجعش زعلان. الف مبروك مره ثانيه، شكرا جزيلا مره ثانيه، ودائما تنورونا. السنه الجايه اكيد راح نشوفكم في السوبر بشكل جديد، بنسخه جديده ومباريات اكثر ووقت اطول معكم. ان شاء الله. شكرا. الف مبروك. you